بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدبلة التنجستين لو قفلت على صباعك خطر جدا جدا، لان هي ممكن تقفل الاوعية الدموية وتعمل غرغرينة في الصباع، وفي الحالة دي هيكون هو الحل الوحيد البتر. طبعا العملية دي جات لنا وحاولنا ان احنا نتعامل بالمقص. طبعا الدبلة ناشفة جدا وصفيحة المنشار برضو ما عملتش معانا اي حاجة. بدأنا نشتغل بالمبرد. طبعا حاولنا ان احنا نشتغل واحدة واحدة، لان خلاص مفيش حل قدامنا غير المبرد، او انها تروح لحداد ويتعامل معاها بالصاروخ. طبعا هنا برضو بعد ما اشتغلنا شويه بالمبرد حاولنا نجيب المقص ما جابش، فبدأنا نحط ميه معانا عشان تزود من الاحتكاك شويه. اشتغلنا عليها برضو واحده واحده. طبعا الله يكون في عونها. المقص برضو بدأنا نشتغل الحمد لله جابت معانا. لكن هنا المشكلة ان احنا بعد ما قصيناها الدبلة مش عايزة تتفتح لانها ناشفة جدا جدا، وطبعا قفشة على ايد الست، والست مش مستحملة خالص. ربنا يكون في عونها. بدأنا وحاولنا ان احنا نشتغل ونفتح الدبلة، مش جايبة معانا اي حاجة خالص. الدبلة دي يا جماعة في غاية الخطورة. اتمنى ان اي حد يشوف الفيديو ده ما يلبسش الدبلة دي خالص. طبعا حاولنا بكل الطرق ان احنا نفتح، مش جايبه معانا حاجه خالص. فكان الحل الوحيد ان احنا نلف الدبله ونشتغل بالمبرد من الناحيه التانية زي ما اشتغلنا من الناحيه دي. وبدأنا فعلا لفينا الدبله وبدأنا نشتغل بالمبرد واحده واحده، والحمد لله رب العالمين انها في الاخر طلعت. وده شكل صباعها الله يكون في عونها، والحمد لله. ودي شكل الدبله بعد ما طلعت.